يقول: ما حال سعيد الكملي المغربي؟ فإنه يدرس ويشرح موطأ مالك وقد تأثر به كثير من الناس. هذا الرجل هو مغربي يدرس موطأ مالك كما قد سمعت بعض المقاطع، واشتهر صيته في هذه الأيام. وهذا الرجل إخواني صوفي أشعري، فهو يمدح الإخوان يلمعهم، وكذا الصوفية يختلط بهم ويمدحهم ويجيز لهم الاحتفال بالمولد، وأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم مميز عن ميلاد غيره. ولما ذهب إلى الجزائر استقبله الصوفية بقصيدة البردة البوصيري التي فيها شرك أكبر، استقبلوا بتلك القصيدة ولم ينكرها. أيضا الصوفية لهم دعوة كبيرة في المغرب، ولم يعرف عنه إنكار عليهم ولا إنكار لشركهم. فلو كان من دعاة أهل السنة لظهر بالإنكار، لظهر بالحث على لزوم السنة ومحاربة البدع والمحدثات. وأيضا هو أشعري أول بعض الصفات كصفة الحياء. وهكذا سألوا عن مسألة سمعتها، سألوا عن مسألة في نزول الرب سبحانه وتعالى، في نزول الرب، ينزل ربنا، فقال فيها قولان: القول الأول أنه ينزل أمره، أو أنه ينزل ملك من ملائكته، والقول الثاني أنه نزول على حقيقته، وذكر أدلة الفريق الأول وأدلة الفريق الثاني. قال: والثاني أظهر. هذا فيه تهوين لما يتعلق بصفات الله عز وجل، يجعل الكلام فيها كالكلام في مسألة فقهية: اختاروا ما شئتم، رجحوا هذا القول أو هذا القول. الأمر الثاني أن المستمع لذلك الكلام يظن أن هذين المذهبين لأهل السنة، والخلاف بين أهل السنة، إذن يكون الخلاف واسعا. فلم يصرح أن هذا الخلاف خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل السنة ليس بينهم خلاف في هذا الأمر، خلاف بينهم وبين أهل البدع. وهذا الكلام أيضا الناظر إليه يرى أنه أخطر من كلام الأشاعرة الذي فيه التصريح بأن الرب لا ينزل حقيقة. من أي وجه هو أخطر من كلام الأشاعرة؟ الجواب أنه ذكر القولين، وإن كان رجحه أو استظهر مذهب أهل السنة، لكنه حين يسوق هذه المسألة يهون من شأن هذا الأمر، من شأن العقيدة، من شأن الكلام في الصفات. فذلك العام ربما أخذ بالقول الذي فيه نفي هذه الصفة، يأخذ بهذا القول الذي فيه نفي الصفة، ربما أثر عليه ما ذكر من الأدلة في تقرير الأشاعرة لنفي هذه الصفة، حصل لبس، وهو يطلع في الشاشات. وكما هو معلوم أن السني السلفي مباشرة تسمع مقطعه وكلامه فإذا يحذر من أهل البدع، من الشركيات، يحث على منهج السلف الصالح. وأما هذا فليس كذلك، وليس أيضا مشهورا بتتلمذه على منهج أهل السنة، على مشايخ أهل السنة، بل من مشايخه عددوا هو صوفي، هو شيخ له، وهكذا غيره من المشايخ الذين عندهم شطحات في العقيدة. وكما هو معلوم أن الرجل مما يعرف به مذهبه معرفة
مشايخه الذين تتلمذ عليهم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.